السلام عليكم. حاجة جديدة في ارتجال تك. It depends. أنا ما لقيتش مصطلح مناسب في اللغة العربية ل it depends أو الموضوع يعتمد. بحس it depends أروش يعني ككلمة يعني عشان الناس تفهمها. أنا مؤخرا بقيت ألاقي فيديوهات كتير قوي، منها عربية ومنها إنجليزية، يعني في الدنيا كلها عادي. حلو. بتتكلم على مثلا تقول لك إيه، لو عايز تتعلم بروجرامنج او لو عايز تتعلم اكس واي زد يبقى انت لازم تبدا ببايثون او انت لازم تبدا بجافا سكريبت عشان جافا سكريبت تعرف تعمل بيها كل حاجه في الدنيا، او لازم تبدا بتايب سكريبت. لو انت خد بالك، لو انت بتكتب جافا سكريبت لازم تنقل لتايب سكريبت، او لو انت مثلا بتكتب كود خد بالك من الكود السريع اللي انت بتكتبه، عشان الكود السريع اللي انت بتكتبه هيجي لك بعدين وهيقفشك ومش عارف ايه والجو ده، وبعد كده مره واحده هيخلي الكود بتاعك وحش وتقعد تعيط وكلام من هذه النوعيه. فهو في جزء من الكلام ده صحيح طبعا، انا لا اختلف معاه 100%، ولكن انا اختلف مع الفكره الا وهي فكره الراي الواحد، اللي لا انا لازم استعمل حاجه معينه، او انا لازم عشان اعمل ستيت مانجمنت في الفرونت اند لازم استعمل ريدكس، ما ينفعش استعمل كوندكس مثلا. او عشان انا استعمل مثلا داتابيز دي فيها جيسون اوبجكت كبير وفيها كميه رايتس مش ريدز، فانا لازم استعمل مثلا نو سيكول، او في الحاله بتاعت الريدز لازم استعمل سيكول مثلا، عشان السيكول بيسهل الريدز اكتر، وفي ريليشنز ما بين مثلا الكيز زي البرايمري كي والفورين كي والهري ده كله. او مثلا لا انا عشان استعمل فريم ورك جديده في الفرونت اند لازم استعمل اكس جي اس ولازم استعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. فانا صراحه الراي ده انا بختلف معاه تماما. اول الموضوع كله يعتمد على العوامل التي تستدعي حضرتك اللي انت تعمل حاجه معينه. يعني مثلا تعالوا نفكر في الموضوع ده. تعالوا نفكر في الموضوع بشكل عملي شويه، وتعالوا ناخد امثله حيه، يعني امثله فعلا حقيقيه عن it depends. انا مثلا بديفلوب ابلكيشن مثلا، حلو، والابلكيشن ده آم، خلينا نحط، يعني خلينا نعمل هنا مثلا ده ويب ابلكيشن، تمام، او خلينا ده براوزر اهو، حلو، ده زي ويب ابلكيشن. والبراوزر دون حلو، انا عايز اعمله في اسرع وقت ممكن، عايز اعمل بروتوتايب عبيطه جدا. فانا هستعمل ايه؟ هستعمل في الحاله دي مثلا هستعمل فيش هنا جافا سكريبت يعني بتاع ده، هستعمل جافا سكريبت مثلا، حلو. وجنب الجافا سكريبت مثلا هستعمل شويه اتش تي ام ال برضو. وهل انا هستعمل فريم ورك؟ في الاغلب انا هستعمل دول فقط. it depends على الحاله اللي انا هعملها. يعني انا مثلا انا عايز اعمل ابلكيشن سريع جدا، هروح مستعمل جافا سكريبت و اتش تي ام ال، واعمل بروف اوف كونسبت، اسمها بروف اوف كونسبت، وبعدين اظهره للناس الانترستد، وبعدين في الاخر بقى احدد هل فعلا الابلكيشن يستدعي اللي انا اعمل اكتر. ففي الحاله دي مثلا ممكن اروح ايه، استعمل رياكت، او استعمل نكست جي اس اللي هي اون توب اوف رياكت، او طيب. حاجه تانية مهمه طبعا، ان انا ما كتبتش هنا تايب سكريبت مثلا. هل لو انا جيت هنا الناس هتزعل جدا من الفكره دي اللي في حاجه اسمها تايب سكريبت. تايب سكريبت في الحاله دي برضو it depends. انا ممكن اعمل مشروع كبير جدا، والمشروع الكبير جدا ده يكون مكتوب فقط بالجافا سكريبت. انا مش محتاج تماما للتايب سكريبت. التايب سكريبت ليها مشاكلها وليها عيوبها، والفيديو ده مش بيتكلم تماما على التايب سكريبت وايه مشاكلها وعيوبها، ولكن التايب سكريبت برضو ليها الحاجات اللطيفه بتاعتها، تخلي الكود بتاعك سترونجلي تايبد، وتخلي الدنيا تبقى كونتريبيوتبل، الناس تعرف تكونتريبيوت عشان فاهم الانترفيسز. انا بتكلم بسرعه عشان الموضوع الصراحه معصبني. ولكن مش معنى كده ان التايب سكريبت او الجافا سكريبت هم الحلول المثاليه. it depends. it depends على ايه بقى؟ وده السؤال اللي احنا محتاجين نجاوبه. it depends على، خلينا نرجع بقى ايه للفيو اللطيف. it depends على اليوز كيس بتاعتك. مثلا انا الكود بتاعي انا بعمل لايبراري، حلو. اللايبراري دي بتعتمد على اللي فيه كميه كونسيومرز كتيره جدا هيكونسيوم اللايبراري بتاعتي دي، فاللايبراري بتاعتي دي مطالب منها اللي هي يكون فيها تايبس كتيره. في الحاله دي ممكن برضه ديبيندز، ممكن الكيس بتاعت ان انا استعمل تايب سكريبت تكون اكبر من ان انا استعمل جافا سكريبت. طيب، مثال تاني، انا مثلا بعمل فيتشر. الفيتشر دي محتاجه تطلع بسرعه رهيبه عشان اعمل بروتوتايب للستيك هولدرز في الشركه بتاعتي. بالمناسبه أنا مش بتكلم على سايد بروجكت. هل انا محتاج ان انا اقسم الفيتشر دي لمديولز، واقسم الفيتشر دي لاكس مديول وواي مديول والاوثنتيكيتور والمش عارف ايه والحماده والتستنج ومش عارف ايه الكلام ده كله؟ اطلاقا، من وجهه نظري المتواضعه اطلاقا. الموضوع محتاج يطلع بسرعه، والموضوع محتاج يطلع بشكل كويس، محتاج اعمل له تيست مانيوال، حتى ممكن اعمل مانيوال تيست بشكل كويس عشان اطلعه للستيك هولدرز، وبعد كده اعمل ايتريشنز بعديها. فالموضوع هنا it depends.
في حاله مثلا انا بعمل الفيتشر دي يعني هتاخد شهر ولا شهرين ولا 3 عشان الفيتشر دي تطلع، ففي الحاله دي انا محتاج اعمل الكود بشكل منطقي. في الحاله دي الريفيورز الناس اللي بتريفيو عليا هتريفيو بشكل ستريكت اكتر بكتير، وده منطقي جدا. ففي الحاله دي انا محتاج اعمل مينتينبل كود او محتاج اعمل كود ريدبل. حلو. وبرده الموضوع يعني الموضوع برضو كبير لدرجه it depends يعني ايه كلين كود بالنسبه للناس. خلينا نرسم تاني يعني ايه كلين كود. حلو. يعني ايه الكود الكلين؟ هل مثلا لما انا اجي اكتب في الجافا سكريبت مثلا لما انا اجي اكتب مثلا الفانكشنز بالشكل ده، والفانكشنز دي بتعمل عمليه واحده بس، حاجه واحده بس، مثلا اللي هي زي السولار برنسبل، سنجل ريسبونسبيلتي برنسبل. هل مثلا اللي انا اكتب موديولز، هل مثلا اللي اعمل اكس، هل مثلا اعمل واي؟ الموضوع كله بيعتمد على اليوز كيس بتاعتك. طيب نيجي هنا بقى لاكتر حاجه برضو انا شايفها منطقيه. الموضوع كله يا جماعه بيعتمد على ايه الريسيرش بتاعك. it depends على الحاجه اللي انت بتعملها ديفلوب. لو انا بعمل حاجه، انا مثلا بختار فريم ورك جديده للشركه بتاعتي. حلو. لو انا جيت بصيت على الفريم وركس بتاعت الفرونت اند مثلا هلاقي النكست جي اس من اشهرهم. تعالوا نبص على نكست جي اس كده. حلو. جيت هاب. هلا اديكوا بقى ايه شويه مشاكل نكست جي اس. حلو. لو فتحت نكست جي اس بصيت هنا كده على ابسط حاجه هلاقي اللي هي عندها 120,000 ستار على جيت هاب، رقم مهول. ولكن اون ذا اذر هاند لو انا فتحت هنا هلاقي ان هم عندهم 2600 ايشو. هل اللي هم عندهم ايشوز كتير هل دي حاجه وحشه؟ في حقيقه الامر ولا. معنى هم عندهم ايشوز كتيره معنى اللي فيه مشاكل كتيره في الكود بتاعهم، ولكن معنى هم ما عندوش ايشوز كتيره معنى كده اللي فيه يوزر بيس ضخم كبير جدا بيستعمل اتش اس. لكن لو انا مثلا بصيت على استرو، انا كتبت هنا استرو جيت هاب مثلا، دي فريم ورك، وجيت هنا هلاقي لهم عندهم 42,000 ستار، رقم برضو مهول. وهلاقي ان عدد الايشوز 102 ايشو. يعني استرو بتستعمل بشكل مهول، اقل طبعا نكست جي اس، ولكن الريشيو بتاعت الايشوز يعني احنا لو حسبناها مثلا هنا 2000 على 120، ده على افتراض اللي دي كانت نكست جي اس هتبقى 0.016. لكن لو انا هنا مثلا حسبت الريشيو بتاعت استرو اللي هي 100 ايشو، حلو 100 ايشو بس على 42,000 هتبقى 0.0023. دي ريشيو، انت متخيل الفرق؟ يعني دي تقريبا الثانيه تقريبا 0.16، يعني 1% تقريبا من الستارز عباره عن ايشوز. دي 2 على 100 من ال 2 على 100% من الايشوز الموجوده في استرو. برضو ده مش دليل ان استرو احسن. استرو ممكن يكون احسن في حاجات وفي حاجات تانية، ف it depends برضه. فالقصد هنا يا جماعه اللي انت اول حاجه محتاج تعملها ان انت محتاج تعمل يور اون ريسيرش. انا هستعمل الفريم ورك دي في ايه؟ ايه الحاجات اللي انا محتاجها من الفريم ورك دي؟ وايه الحاجات اللي الفريم وركس المعينه دي بتطلعها لي؟ اديك مثال. احنا في الشركه انا عملت ريفاكتور للكود بتاعنا. احنا كنا بنستعمل حاجه اسمها كلاود سكيب، قصدي بنستعمل حاجه اسمها جاتسبي عشان نعمل الويب سايت بتاع كلاود سكيب ده. انا عملت له ريفاكتور كله نكست جي اس. بس انا عايز اقول لك قبل ما اعمل له ريفاكتور نكست جي اس احنا كنا بنحاول نقرر اذا كنا نعمله بجاتسبي، نسيب جاتسبي زي ما هو، او نستعمل استرو، او نستعمل فيت، او نستعمل كميه لايبريز كتيره جدا. وخدنا وقتنا في الريسيرش. احنا اخترنا نكست جي اس عشان نكست جي اس بيبروفايد اللي احنا عايزينه، بس مش عشان نكست جي اس هو ذا بيجست ثينج او هو احسن حاجه. نفس الفكره برضه يا جماعه في تعلم لغات البرمجه. انت مش محتاج ان انت تتعلم بايثون في الاول، او مش محتاج ان انت تتعلم جافا سكريبت في الاول. الموضوع كله يعتمد على قابليتك. لو انت عايز حاجه سهله ممكن تتعلم بايثون عشان بايثون سريع. لو انت عايز تعمل حاجه لها علاقه بالويب ممكن تتعلم جافا سكريبت. لو انت عايز تتعلم حاجه لها علاقه بالامبيدد سيستمز او ايا كان فطبيعي ان انت هتبدا بسي بلس بلس، مش هتبدا بالجافا سكريبت. يعني هعمل حاجه في الامبيدد سيستمز. فكلامي هنا معناه ما تسيبش اراء الناس. نرجع للفيو الكبير. حلو حوار الانيميشن ده، بصوا طبعا it depends هو حلو ولا لا. ممكن الناس تتضايق منه، بس ايا كان ما تسيبش. الفكره كلها ان انت ما تسيبش اراء الناس، بالذات الانفلونسرز كلهم على عيني وعلى راسي. حتى انا يعني انا مش انفلونسر قصدي البروفيشنالز. يعني في ناس بروفيشنالز كتير قوي ليهم اراء مش شخصيه. ما تسيبش اراء الناس الشخصيه تاثر عليك. دو يور اون ريسيرش. اعمل الريسيرش الخاص بيك، اعمل البحث الخاص بيك. هل انا فعلا محتاج حاجه دي ولا لا؟ هل انا فعلا محتاج اكتب الكود بهذه النظافه ولا لا؟ يعني ايه كلين كود؟ كلين كود ده ممكن يختلف عني وعنك، ممكن يختلف عن انكل بوب، عن ذا برايمجن، عن اكس، عن واي، عن عمرو، عن محمد، عن ابراهيم، مش فارقه. ف it depends. فبس و
اراكم في فيديوهات قابله مقبله ان شاء الله. والنصر لفلسطين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبقولوا لي رايكم في الفيديو ده. it depends الناس هيعجبها الفيديو ولا لا يعني.